يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعمل صح، الإنسان لابد أن يعمل. الإنسان ليس دابة يأكل لأكل وشهوة فقط، لا بد من العمل. اعمل، ولكن عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، فوالله الذي لا إله إلا هو سيعطيك الله أكثر مما تمنيت، وهذا حق الله عليك. يعني قال لك اعمل، قال في القرآن الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، الدنيا رضا، من رضي بما قسم الله له أعاش أسعد الناس. يا أخي هذه الدنيا معبر فقط. الدنيا لا تلقي لها بالا، ولكن ألقي إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر إلى جنات النعيم، انظر إلى الفردوس وما فيه من حور عين ومن ثمار ومن عسل مصفى لذة للشاربين ومن خمر ومن نحن نقولها ولكن لا نستطيع حتى أن نتخيلها، لأن النبي عليه السلام قد أخبرنا بهذا وقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله لو رأينا الجنة أو شممنا حتى ريحها ما التفتنا إلى الدنيا. صح، الإنسان يعمل، لا بد أن يسعى من أجل رزقه، يعمل، يتقدم. فالأمم تقدمت وتطورت فأصبحت تصنع، ونحن أمة كما قال النبي عليه السلام لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج. إن شاء الله قريبا غدا إن شاء الله راني في العاصمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الوزير. فهمتم؟ لهذا الإنسان سنبدأ الدرس هذه الليلة عن أمور الدنيا، وبعد ذلك نتكلم عن أموركم أنتم. أنا كما قلت لكم الدنيا غدارة، فاحذرها. الدنيا سميت الدنيا لدناءتها، وكما قلت البارحة وأعيدها، المولى سبحانه وتعالى قد حذركم وأخبركم في القرآن الكريم بكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن القرآن لكم، ما قال لكم فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم. خبر ما قبلكم مما رواه لنا المولى سبحانه وتعالى عن قصص الأمم الماضية، قصة قوم هود، قصة قوم لوط، قصة قوم شعيب، قصة قوم عاد، وفي هذه عبرة لنا. يقول لكم المولى سبحانه وتعالى انظر إلى من عصاني ما فعلت به، ولولا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن الكريم حينما أنزلت تلك الآية أفأمنوا أن يأتيهم عذاب من فوقهم ومن السماء أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. نعم، لولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم